السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل البسبوسة المكرملة، طريقة بسبوسة بقى من الآخر. أنا عملت معاكم قبل كده البسبوسة أكتر من مرة، بس الطريقة المرة دي مختلفة، والطريقة المرة دي فعلا بتطلع زي البسبوسة بتاعة المحلات بالظبط، ويمكن أحلى كمان. نفس اللون والشكل والقوام والطعم وكل حاجة. جربيها وعلى ضمانتي. انا في الفيديو هعمل كيلو من دقيق السميد. هسيب لكم في صندوق الوصف مقادير نص كيلو بس، عشان لو حد حابب يجرب في كمية صغيرة. يلا بينا بقى دلوقتي على الفيديو ونشوف مع بعض عملناها ازاي. اول حاجة جبت كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، انا جايبه سايب، في منه كمان مغلف، شركات مختلفة على حسب ما انتي حابة. حطيته كده في الطبق وحطيت عليه 3 معالق كبار من جوز الهند. جوز الهند اختياري، لو مش بتحبيه ممكن تستغني عنه، ولو حابه تكتري تحطي اكتر من 3 معالق براحتك. هنا عندي كل كميه السمنه اللي انا هحتاجها هي كوبايه ونص من السمنه. هضيف نصها دلوقتي وهسيب نصها على جنب. يعني انا دلوقتي ضفت كوبايه الا ربع من السمنه، وسبت عندي كوبايه الا ربع دي مش هحتاجها دلوقتي. هخلط دلوقتي السمنة مع دقيق السميد، بحيث ان كل دقيق يتغلف بالسمنة كويس من غير ما اعجن فيها كتير علشان ما تنشفش. مجرد بس ان انا اغلفهم واخلطهم مع بعض كويس، وهوقف على طول عجن او تقليب. انا هنا شلت المعلقة واستخدمت ايدي، حسيت ان كده هعرف اغلف الدقيق كله كويس. وزي ما بقولك البسبوسة من الحاجات اللي ما بتحتاجش خالص ان احنا نعجن فيها كتير. لو عجنا فيها كتير ممكن تطلع ناشفة معاكي. سبت بقى الدقيق ده كده على جنب، وجيت هنا جبت حلة على النار، حطيت فيها كوباية ونص من السكر وربع كوباية من المية، وهسيبهم على النار لحد ما السكر يدوب خالص ويتكرمل ويديني اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. بعد كده ضفت عليهم معلقتين كبار من عسل الكلوكوز. لو ما عندكيش عسل كلوكوز هتحطي معلقتين كبار من عسل النحل. اول ما هتحطي العسل هتحسي كده ان السكر عمل فوران، علشان كده من الاول اختاري حلة تكون كبيرة شوية علشان ما يطلعش حاجة بره. وبضيف عليهم كوبايتين من اللبن. اول ما هنحط اللبن هنحس ان السكر رجع جامد تاني. هنسيبه على النار بس دقايق ونقلب فيه، مجرد ما اللبن يبدأ يسخن السكر هيرجع يدوب معانا تاني والخليط هيتجانس. بفكركم تاني، المقادير اللي انا بعملها دي هي مقادير كيلو من دقيق السميد، وهسيب لكم في صندوق الوصف مقادير نص كيلو. هنا السكر خلاص داب، هطفي دلوقتي النار وهضيف بقية كمية السمنة اللي هي كوباية الا ربع من السمنة. اول ما بضيف السمنة هتحسي ان الخليط فصل، السمنة طلعت على الوش واللبن والسكر تحت. هفضل اقلب فيهم لمدة دقايق والنار مطفية زي ما قلتلكوا. هتلاقيهم اندمجوا مع بعض وبقوا بالشكل ده. دلوقتي بقى هسيب الخليط ده لحد ما يبرد تماما، وبعد ما اتأكد ان هو برد هضيفه على الدقيق اللي انا كنت مقلبة معاه نص كمية السمنة في الاول. هقلبهم مع بعض كويس، وبرده من غير عجن كتير خالص، مجرد ان هما يدخلوا في بعض. بعد كده جبت صاج مقاس 30 في 40، حطيت فيه معلقة من السمنة ومعلقة من الطحينة، والطحينة هنا اختياري، ممكن تستكفي بالسمنة بس. ودهنت الصاج كويس، وبعد كده حطيت فيه الخليط بتاع البسبوسة اللي انا عملته. وزعت البسبوسة كده في الصاج، والافضل انك انتي تستخدمي ايديكي علشان تقدري انك انتي تسويها بشكل مظبوط. هنا بقى كان عندي بندق مجروش، طبعا ده اختياري، ممكن تضيفي اي نوع مكسرات او ممكن تسيبيها سادة زي ما تحبي. وزعته كده على الوش. وبضغط عليه كده علشان يدخل كويس في العجينة. ودخل بقى الصينية الفرن على درجة حرارة تقريبا 200. الفرن كان سخن من قبل كده.
اخدت تقريبا حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب الفرن بتاعك. على بال ما تستوي بقى هنجهز لها الشربات او العسل بتاعها. حطيت كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عصرة نص ليمونة، وتقريبا ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. قلبتهم كويس مع بعض وسبتهم على النار لمدة 5 دقايق. العسل بتاع البسبوسة بيكون سخن وبيكون خفيف. اول ما البسبوسة خرجت من الفرن وهي سخنة والعسل سخن، بدأت ان انا اسقيها. بعد ما بسقيها بالعسل، لو انتي بقى بتحبي ان البسبوسة بتاعتك تكون طرية قوي، بتغطيها بكيس بلاستيك او بتغطيها بصينية تانية، اي غطا عندك، لحد ما تبرد خالص، وبعد كده بتقطعيها. لو انتي حابة ان هي تكون قطع متماسكة خلاص، يبقى مفيش داعي انك انتي تغطيها، وهتسيبيها تبرد وبعد كده هتقطعيها. شايفين بقى الجمال؟ القطعة طالعة مظبوطة ومتماسكة، طعمها وريحتها تحفة. لو قدمتيها لحد مستحيل يصدق انك انتي عاملاها في البيت. لونها مظبوط قوي وطعمها مظبوط جدا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.